ايه ده؟ انا فين؟ وانت مين؟ ما تسألش كتير، كل حاجة هعرفها لك في وقتها. خد. ايه ده؟ ده كتاب بيقول انك ميت مش عايش، وان في شخص واخد مكانك. لو عرفت توصل له وتتخلص منه هتبقى انت مكانه وهو مكانك، لانكم انتوا الاتنين ما ينفعش تعيشوا مع بعض. يعني انا عايش ولا مش عايش؟ انا مش فاهم حاجة. اقرا بس وانت هتفهم. يوجد في الأرض إنسان له شخص آخر منعكس عنه لكنه نفس الروح. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة من الكلام ده. الشخص اللي عايش فاشل، انت احسن منه، انت اللي تستاهل تعيش مش هو. طب وهنخلص منه ازاي؟ انا هديك الطريقة، اهم حاجة ما يعملش حاجة صح. انت مش تقول ان انا احسن منه؟ يبقى اكيد ما بيعملش حاجة صح في حياته. قلت لك ما تسألش كتير، تسمع اللي بقولك عليه وبس، لا اما هتفضل مجرد روح تايهة. طيب وهنخلص منه ازاي؟ هقولك، اثناء النوم الروح بتخرج من الجسد، انت هتركب مكانها، هتشوف ايه هي نقطة ضعفه وتعمله. مثلا النسوان، هتجيب له نسوان، هتشربه مخدرات، هتعمل اي حاجة عشان تدمر الروح ديت. لا لا، انا مستحيل اعمل ده، انا اخلاقي ما تسمحش بكده. دي حاجات بسيطة يا ياسين عشان ترجع تاني لجسدك. انا حاسس ان انا على ايدك مش هرجع جسم تاني. لا، ده انا هخش جهنم. اللي بقولهولك دوت هو الصح. انا مش عايزك تقلق من حاجة يا ياسين، كلها حاجات بسيطة جدا علشان ترجع لجسمك تاني. اول خطوة هتاخدها من البيت، هتدمر علاقة الروح بابوه وامه واخته، هتقول انك اتجوزت عرفي، يعني من الاخر كده هتعصى ابوه وامه. أنا ما ينفعش أعصى أبويا وأمي. ياسين يا حبيبي ساعدني علشان احقق اللي انا بتمناه. تحقق إيه؟ اللي انا وانت بنتمناه، شد حيلك بقى، دي حاجات بسيطة. إحساس صعب لما تبقى ماشي ومش عارف سكتك فين. ياسين، اختي، هو انا ليه اخت زي القمر زي كده؟ انت خليت فيها اختك. طيب ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ عشان انت كل يوم كنت بتيجي تاخدني من المدرسة، والنهارده ما جيتش، ولما جيت لقيتك هنا اتضايقت اكتر. وبعدين الشوكولاتة اللي كنت بتحطها لي في الشنطة كل يوم مش لاقيها النهارده. معلش يا حبيبتي سامحيني، غصب عني والله. اوعى تحن يا ياسين، اياك تحن. انت بتهزر صح؟ لا، من هنا ورايح لازم تعودي تيجي لوحدك، انت كبرت خلاص يا رحمة. انت بتزعق لي يا ياسين؟ انت اول مرة تزعق لي. ومن هنا ورايح يبقى كل كلامي زعيق، ويلا شوف انت بتعملي ايه. انت اتغيرت معايا قوي يا ياسين، ما بقتش توديني ولا تجيبني المدرسة بقالك يومين، وكمان بتزعق لي. لا، انت مش اخويا يا ياسين اللي انا اعرفه. انا عايزة ياسين، عايزة ياسين. انا عارف ان الموضوع صعب عليك، لازم تتحمل وتصبر للنهاية. بصي يا امي، انا عايزك في موضوع كده، بس عايزك ايه بقى، تمسكي نفسك كده عشان ايه، احنا عايزينك. خير، قلقتني في ايه؟ لا هو الموضوع خير يعني. طبعا يا امي انت عارفه ان انت معوداني على الصراحه طبعا. طبعا انت عارف انا وابوك ربناك احسن تربيه. طبعا، عشان كده بقى انا جاي اصالحك. بصي يا امي بصراحه يعني، بصراحه كده انا اتجوزت عرفي. يا نهار اسود، اتجوزت وما تعزمناش؟ ايه؟ هي كل مشكلتك ان انا ما عزمتكيش على جواز العرفي؟ انت عارف يا ياسين ان انا وابوك بنحلم باللحظه دي يا ابني من زمان، نفرح بيك ونعمل لك فرح كبير يليق بمقامنا، ولين من نقطه ورش الملح في عين المعازيم. ايه الامهات دي؟ ايه ده؟ مالك يا واد، في ايه؟ انت بتترعش كده ليه يا واد؟ لازم تترعش يا حاج، انت صوتك رعش البابه كلها. والله قول لي يا واد، انت يعني بقالك مده لا بتيجي البيت ولا بتجيب ايراد، انت بتروح فين يا واد؟ وفين الايراد يا واد؟ اطلع بالايراد يا واد. ما انا جاي لك في الكلام يا حاج. تعالى لك. يعني انت جيت في ايراد؟ صح، انت جيت في ايراد. بص يا حاج بصراحه كده، بصراحه الايراد بح. مين؟ بح يعني خلص. الله يخرب بيتك، انت بتهزر يا واد بحياة امك؟ بتهزر؟ ايه ده بس يا حاج، اصل يا حاج ربنا كرمني اخر كرم اليومين دول والله. بيني وبينك يا حاج انا مش حال الناس، الاسعار بقت غاليه قوي. انت على طول ما شاء الله الناس بقت تشتكي. انا بقى قررت ان انا احل المشكله. وعملت ايه يا شملون؟ انت عارف ابنك بقى من يومك شملون ما شاء الله تعفل عليك. ده اشجيني يا حبيبي. نزلت الاسعار النص. مين؟ النص؟ الاسعار؟ النص؟ ايه ده بس يا حاج؟ نص ايه يا واد؟
انا ما بقتش عارف الحق زباين من هنا ومن هنا. الناس بقت تدعي لك يا حاج. والله الناس كلها في سيرتك. ربنا يخلي لنا الحاج. ربنا يخرب بيتك. حرام عليك. ايه ده يا حاج؟ حرام عليك، خربت بيت. الله يخرب بيتك. ليه يا ابني بس كده؟ يا نهار يا زينب، تعالي يا زينب، تعالي يا زينب، شوف ابنك يا زينب وخيرته يا زينب. ماله ابني في ايه؟ ماله ابنك الشباب ده عند بضاعه بنص الثمن يا زينب. لا وايه؟ وضيع فلوسها. ضيع فلوسها؟ ايوه ضيع وصرفها على البنت اللي اتجوزها وكمان اتجوز. ها يا ياسين طمني، عملت ايه؟ خسرت ابويا وامي واتطردت من البيت. هو ده الكلام كده، خطتنا ماشيه تمام. انا زعلان من نفسي قوي، حاسس ان ظلمت الناس ما لهمش ذنب. انت ما شفتش منظر اختي وهي زعلانه عشان ما جبتهاش في المدرسه، ولا منظر ابويا وامي وهم حاسين بخيبتهم عشان ما عرفوش يربوني. قلت لك مفيش حاجه سهله يا ياسين، اول لما ترجع لجسمك كل ده هيتصلح. ارجع جسمي تاني؟ انا حاسس ان انا مش مجرد روح، حاسس ان انا ياسين فعلا. ابويا وامي مش غراب عليا، حتى انت شكلك مش غريب عليا. اوقات هتحس انك ياسين نفسك، هتحس بمشاعر، بالاشخاص اللي هتقابلها في حياتك كانك شفتها وعشت معاها قبل كده. اول لما تحس الاحساس ده لازم تاخد الحبايه يا ياسين، دي تفاصيل ولازم تاخد بالك منها عشان خطتنا تمشي تمام. ودلوقتي خد الحبايه. الخطوه الجايه صعبه يا ياسين، انت هتقابل نور حبيبته، اوعى تحن لها. المطلوب منك انك تدمر علاقتك بيها تماما. ايه ده؟ هي كمان؟ ودي هدمر علاقتي بيها ازاي؟ اكتر حاجه توجع قلب اي بنت الخيانه، انت هتبين لها انك خاين وانا هساعدك في ده يا ياسين. ايه يا ياسين؟ تليفونك مقفول بقالك فتره، ولا بتطمني عليك ولا بتكلمني. فينك يا ياسين كل ده؟ انت عارفه يا نور اللي بقى في مكان ابويا في المحل. ياسين ما تحورش، انا بعتلك حد امبارح المحل ولقيته مقفول. يا ياسين مقفول؟ اه اكيد كنت بصلي. ياسين بقى كان عبيط عشان اصدق الكلام ده. وانت من امتى وانت بتشرب سجاير؟ من يومين، اصل صحابي خدوني على الديسكو وشربوا لي حشيش وخمره وحاجات غريبه كده. ايه يا نور؟ الحاجات اللي زي دي غالبا ما تقولهاش خالص. خمره وديسكو؟ ايه يا ياسين اللي حصل؟ ايه اللي شقلب حالك للدرجه دي؟ انت ما كنتش كده، مش انت ياسين اللي انا عارفاه. الو؟ الو؟ ايوه مين؟ انا نجوى الوحش. نسيتني ولا ايه؟ هو برضك هل يخفى القمر؟ ده انت كنت حلوه قوي. شديدة ولا انت اللي كنت وحش كاسر؟ ما بلاش الكلام ده عشان احنا على الهوا. ما هو ده المطلوب، اصل انا بحب الهوا قوي. الهوا حلو، ما تيجي نتهوى بقى ونتهوى سوا. لا معلش يا ندوة، اتهوى انتي واحنا هنبقى نتهوى بعدين. مين دي؟ دي نجوى. ما انا عارفه انها زفت نجوى. كنتوا فين وبتعملوا ايه؟ هقولك كنا فين. دي بقى كنا صارين في ديسكو. بنعمل ايه بقى؟ دي حاجات اللي اتندب مفيش دعوه. انت هتهزر يا ياسين؟ ياسين حبيبي عامل ايه؟ وحشتني قوي. ما اتشرفتش بحضرتك. اخصى عليك كده تنساني، انا سامحني انا وحش. اوعى تستغرب من اي حاجه تحصل لك يا ياسين، اصل الروح التانية كانت شقيح شويتين. سماح، ازيك يا سماح؟ والله انتي وحش. لا لا لا، انا زعلانه منك. كده تنساني، كده تنسى الوحش. هو برضك اقدر انسى الوحش؟ انتي الوحش. مين دي؟ دي سماح الوحش. والله فعلا انت اتغيرت وبقيت حد تاني انا معرفوش. يا خساره يا ياسين. ركز معايا هنا، انا عايزك. كل الناس بقت شايفاني وحش، انا عمري ما كنت وحش. روق كده يا ياسين، خلاص هانت. اروق ايه وهانت ايه؟ كلهم كرهوني، ابويا وامي وحبيبتي كلهم كرهوني بسببك. لا ده انت تاخد الحبايه بقى. مش عايز زفت، مش عايز زفت. مفيش حاجه اسمها مش عايز زفت، انت مشيت طريق ولازم تكمله لحد النهايه. صدقني بقيت اخاف، لاني ما بقتش عارف النهايه دي هتبقى عامله ازاي. خلاص يا ياسين فاضل لك خطوه. ويا ترى بقى ايه الخطوه دي بقى؟ ظاهر لي عيله جديده وعايزني اروح لهم عشان اكرههم فيا؟ لا، انت هتروح الكافيه وتقابل نور تاني. دي كرهتني خلاص، دي ما بقتش طايقه تبص في وشي. نور لسه ما وصلتش للمرحله انها تكرهك، نور شاكه بس. وزي ما قلت لك، نور دي العنصر المهم في خطتنا. اتفضل يا ياسين. ياسين؟
انت عرفت اسمي منين؟ وش حضرتك معروف يعني، اكيد عارف حضرتك. اي يا راجل اللي انت لابسه ده؟ هذا اغلى ثوب اشتريته. اغلى ثوب ايه؟ امال اللي عندك في الدولاب دول ايه؟ هذا قديم. طب انا ليه اسف وعايز اشرب حاجه ولا اكل؟ ايش؟ ناقصك شيء؟ عايز اكل. جرسون يا جرسون يا جرسون يا جرسون. الله يا اخويا، هو الراجل ده ما بيردش علينا ليه؟ يا جرسون. طب روح انت شوف وانا الوقت ايه. يا فندم هتدفعوا ولا هتشربوا ايه؟ مالك يا اخويا جاي متعصب علينا كده ليه؟ ما تهدى شويه. ليش يا معصب حالك يا حلوف انت؟ اهلا بيك يا خواجات. خواجات؟ هما فين الخواجات دول؟ قصدك على فوزتي حبيبي هو اللي خواجع. متشكر يا مضبوطه يا منجايه. الله اكبر. ما تكسفنيش بقى في وشي، انا بتحرج. الله عافيه والله، بس خويتها بس عافيه. انت ما عارفش اللي فوزتي. ولا يهمك يا مهجة قلبي ونباتاته يا بحر عشقي وسماكاته. ما تثبتنيش. انا شايف ان انا بقيت اريال قوي في الموضوع ده. مش هتقولوا هتدفعوا ايه بقى يا حضرات؟ مالك يا اخويا بتعصب علينا كده ليه؟ خلاص هاكله. ممكن تجيب لي رميسه تلاتين واخد معاه جبنه بتونسيه. عيوني الاثنين قوي قوي. اديني بس 3 دقايق في صيدليه جنبنا هنا اجيب لك بقى منها سريكه باتيه والحاجات الفتريه دي. صيدليه ايه؟ انت مجنون؟ سيبي لي نفسك انت بس، اقسم بالله لا ظبطك اخر تظبيط. تحب تشرب انت بقى ولا تاكل ايه ولا تعمل ايه؟ والله الواحد نفسيته رايحه على مدفون من بتوع ايام زمان، مكتوف وساقه. مكتوف وساقه؟ انت متاكد يا عم اللي انت بتطلبه ده؟ اي نعم يا حبيبي انا ابغي هذا. طب بص بقى يا معلم، حس كده اديني نصايه في عم عبده هنا جنبنا حنوتي لسه دافن واحد ميت امبارح ايه بس طازه هيعجبك. هجيبهولك قدامك بقى ايه تاكل بقى انت منه ساقه ورجله وايده اللي انت عايزه ما تشتهي انفسك يا معلم. حنوتي ايه وميت ايه يا ابني انت مجنون؟ مجنون يعني مجنون. ايش الجول يا زنخ انت؟ انت بدك تاكلني ميت؟ ليش؟ تراني فامباير يا عم وانا جايب الحاجات دي من عند امي، مش انت اللي طالب الطلبات دي؟ يا غبي هذه اشهى الاكلات الخليجيه. يلا تيح يلا وما تجيني الا وانت جايب هالطلبات. خلاص يا عم ما تزقش. يلا. في واحد اسمه فواز دايما بيروح الكافيه ومعاه واحدة حبيبته، وبرضه بيسيبها دايما في الكافيه وبيمشي. اول ما هيمشي انت هتقعد مع البنت دي وما تقلقش، هي هتحبك قوي يا ياسين. مهم جدا انك تعمل دوت، وافتكر يا ياسين ان دي اخر خطوة ليك. مبروك عليك يا ياسين. نور استنى، انت مش فاهم حاجه. افهم ايه؟ ما كل حاجه بانت خلاص. عايزني افهم من غير انك انسان حيوان ما بتفكرش غير في نفسك وبس. بقيت تسكر وتتجوز وتخون. صدقني والله يا نور انا ما خنتش، والله ما خنتش. انا مجرد روح تانية وبتدمر جسد تاني. انا مش ياسين يا نور. ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله هي دي الحقيقه، انا مجرد روح تانية. حتى هدالك الشيطان دلوقتي هو يقول لك الحقيقه. اظهر يا شيطان، انت فين؟ شيطان ايه يا ياسين؟ الخمر هتحس في مخك. فوق يا ياسين فوق. نعم يا محمد، انت مش اتفقت معايا ان احنا ندمر روح تانية؟ روح ايه وشيطان ايه؟ انت خالف اللي انت بتقولها دي. ده طارق صاحبك. وايه؟ انت لا يمكن تكون ياسين اللي انا خالف. استنى يا نور، في سوء تفاهم. والله العظيم اللي قدامك ده شيطان مش انسان زينا. قول لها قول لها قبل ما ادفنك هنا. نزل ايدك باختصار، مش مستوعب انت بتقول ايه؟ فوق يا ياسين، انا طارق صاحبك. انت بتتكلم جد؟ انا عايزك في خدمه ومش هنساها لك ابدا. كل طلباتك اوامر يا قلبي، انت عارف يا طارق. مهم، في واحد اسمه ياسين عايزك تدمري علاقته بحبيبته خالص. ادمر علاقته بيها؟ ازاي؟ ركزي معايا وانا هقول لك ازاي. انت ما بتردش عليا ليه يا ياسين؟ انت بتهرب مني؟ انت مش وعدتني بالجواز؟ انا وعدت بالجواز؟ كمان وعدتها بالجواز؟ نور صدقني ما حصلش اي حاجه، دي بتتبلى عليا. وصلت بيك الخيانه للدرجه دي؟ خيانة ايه يا حبيبتي؟ انت مين اصلا؟ انت بتخوني يا ياسين؟ انت خلاص خالص. نور ما تصدقيش انا اتضحك عليا، انا مظلوم. كفايه بقى، لعبت بيا وبمشاعري، انا ما بقتش اصدقك. انا ماشيه يا ياسين ولا بلاش ياسين؟ لان انت فعلا مش ياسين اللي انا حبيته. مش هتشوف وشي تاني. ياسين مش بيحبك. مستحيل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ياسين بقى حد تاني غير اللي انت تعرفيه، اتغير خالص. انت متاكد انك صاحبه؟ بكره هثبت لك كل كلمه انا بقولها كانت صح. ها عملت ايه؟ خد يا كبير الحبايه دي بقى تنسف ذاكره دماغ اي حد. اللي هياخدها هيحس انه لسه مولود من جديد،
ما يبقاش فاكر اي حاجه خالص. طب والوشوش اللي هيعرفها؟ وشوش، مواقف، اي حاجه اللي هياخدها هتبقى دماغه فاضيه، واي حاجه هتتقال له هيمشي وراها. انت متاكد؟ الا متاكد، اصلها اتعملت في بريطانيا، بس خد بالك بسعرها غالي قوي عليك. وانا صدقت، بس قول لي الاول مفعولها قد ايه؟ ملهاش مده معينه، بس لو هتديها لحد لازم يبقى معاك كميه، عشان ممكن مع تكرار الوقت الاشخاص اللي بيقابلهم مفعولها يروحوا يفتكرهم. بس دي ممكن تاثر عليه على انفعالاته وحركاته؟ لا 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 خالص، هيحس انه واخد مسكن بالظبط، هيحس انه تايه ودماغه فاضي. بس خد بالك اكتر من 5 حبات في نفس الشهر يموتوا خالص. بقول لك يا ياسو، ما تيجي يومين كده في اسكندريه زي زمان؟ مش هينفع يا طارق، انت عارف ان انا بقعد مكان ابويا في المحل. يا ولا ابوك ايه؟ بقول لك يومين في اسكندريه وكده. صدقني يا طارق مش هينفع، سافر انت وربنا يسهلها لك ان شاء الله. فكر بس فكر. مش هينفع. مالك في ايه؟ مش عارف، حاسس ان انا عندي صداع رهيب، هضطر امشي عشان انا مصدعه. مصدعه وانا موجود؟ استنى بس اصبر. دي حبايه للصداع. استنى يا ياسين، خد الجاكيت ده بدل ما يجيلك برد. انت عارف اول ما هرجع جسمي تاني هكلم نور واصالحها واحكي لها على كل اللي حصل لي، هي اكيد هتقدر ظروفي صح؟ وانا معاك بحس ان ملك الدنيا كلها. انت مطمنه صح؟ اكيد طبعا. وانا فرحان قوي. ندمان بعد فوات الأوان، كان فين عقلي زمان زمان، مشيت ورا شيطان متخبي في إنسان. ندمان بعد فوات الأوان، كان فين عقلي زمان زمان، مشيت ورا شيطان متخبي في إنسان. في الحياة لو عندي فرصة تاني هرجع أصلح حياتي والغلط هنساه. انت السبب، انت اللي اديت له حبايه تغير عقله واقنعته انه يروح، واحنا غلطانين اننا سمعنا كلامك وسلكنا معاك في جريمه زي دي. هو اللي بوظ نفسه، هو اللي عمل كده في نفسه مش انا. حرام عليك، سابه ايه موت وهو لسه صغير؟ ذنبه انه بيحب البنت اللي انا بحبها. من واحنا صغيرين كانت كل الناس بتحبه وانا لا، ليه الناس ما حبتنيش مع ان انا اللي احسن منه. هو اللي بوظ حياته بايديه، انا اديت له خيارات، هو اللي اختار مش انا. تقوم تتفق معانا ان احنا ندمر له حياته؟ كله بحسابه، واللي ليه قرش هياخده 2. ويلا مش عايز اسمع حس واحد فيكم هنا. احنا هنبلغ عنك. بلغ؟ انتوا اللي هتلبسوها مش انا. يعني ده تهديد؟ تهديد. ودلوقتي مهمتكم خلصت، يلا اتفضلوا بره. انت شيطان مش بني ادم، انت شيطان مش بني ادم. حسبي الله ونعم الوكيل. حبيبي انا عملت لك كل اللي انت عايزه، هيا بقى هنتجوز امتى؟ انا ما عطيكيش بحاجه، واللي انت عملتيه ده انت خدت قصاده بالمقابل. تحب افكرك ولا اعتقد بلاش؟ انت فعلا زي ما الناس بيقولوا عليك، انت مش بني ادم، انت شيطان. انا مش عايز اسمع صوت، انا هتجوز نور، يعني مش عايز اشوف وشك تاني هنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. يا ياسين، عمري ما كنت اتخيل انك تطلع كده. انا بجد حبيتك من كل قلبي، بس ما كنتش اتخيل انك تطلع كده. مش قلت لك ان انا هثبت لك انه مش كويس ومش بيحبك؟ ما تقولش كده نور، انت ما تعرفيش انا عملت المستحيل عشان تبقي ليا، ده انا عملته فعلا. تقصد ايه؟ اقصد اني بحب. بس انا بحب ياسين. نور، انا عمري ما تمنيت حاجه وما خدتهاش. نور انت حبيبتي وحبيبتي ليا انا. وسامحيني يا أما
وسامحيني يا حبيبتي، أنا مش في زماني، أنا حد تاني. وسامحيني يا أما، سامحيني يا حبيبتي، أنا مش في زماني، أنا حد تاني. آخر لحظة ليا في الحياة، لو عندي فرصة تاني هرجع أصلح حياتي، والغلط هنساه. في امل؟ لا، انت اللي اخترت تعيش في الطريق الغلط. ده الطريق اللي كان قدامي، ما كانش قدامي حل تاني. لا، كان قدامك الطريق الصح، لكن انت اللي اخترت تعيش في الطريق الغلط. يعني خلاص مفيش امل؟ في امل، بس اللي لسه عايش. ايه؟